مساء الخير، ازيك يا دكتور؟ مساء النور يا قمر. دكتور، كان عندي سؤال. انا ما باكلش طول النهار وباكل فاكهه طول الوقت، فده صح ولا غلط؟ طب خليني اقول لك ان الفاكهه طول الوقت ليها 3 مشاكل. اول مشكله ان الفاكهه فيها سكر اسمه سكر الفركتوز، فالكبد بيمتصه، لذلك هتلاقي 99% من الناس اللي بتاكل فاكهه بس او بتاكل اكتر من احتياجها من الفاكهه يوميا عندها كبد دهني. تاني حاجه، القيمه الغذائيه في الفاكهه طبعا قليله جدا، لان انت كده ما بتاخديش الا قيمه واحده غذائيه وبقيه القيمات انت تركاها، فطبعا هتلاقي عندك نقص فيتامينات ومعادن كتير جدا. تالت حاجه، هتبقي عرضه لمقاومه الانسولين، وهتبقي طبعا على اللونج تايم هتبقي عرضه للسكر، وطبعا ده ما فيهوش اي حاجه تساوي القيمه الغذائيه اللي انت عايزاها على مدار يومك. يعني المفروض نعتدل، واقصى حاجه في اليوم 3 ثمرات فاكهه، ولو حاجه المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي تبقى ثمرتين فاكهه. ايه هي المؤشر الجلايسيمي بتاعها عالي؟ اللي هي بترفع سكر الدم، زي الموز والبلح والعنب والتين. الفاكهه ديت اللي هي سكرها عالي فبترفع سكر الدم، فاحنا نقتصر لو خدناهم يبقى ثمرتين في اليوم. طب لو فاكهه عاديه يبقى 3 ثمرات على الاقصى في اليوم. وطبعا لازم توازني اكلك بين البروتين والنشويات والدهون الصحيه عشان تاخدي كل القيمه الغذائيه على مدار يومك. ميرسي يا دكتور.